حبايب قلبي الحلوين، وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتوا طيبين، وربنا يا رب يعود علينا كده الأيام بالخير. فيديو النهاردة فيديو تشجيع جدا جدا جدا. فانتي بجد لو كسلانة وعندك مثلا طاقة سلبية ومش قادرة تقومي كده بالبيت، اتفرجي على الفيديو ده وشغليه كده جنبك وقومي يلا. اشتغلي في البيت وخلصي كل اللي وراكي. بس قبل اي حاجة طبعا يا ريت اشترك في القناة وفعل الجرس وحط اللايك الجامد بتاعك عشان ده بيرفع لي الفيديو بتاعي. ويلا بينا نبدأ الروتين بتاعنا. طبعا انا بوريكي دلوقتي شكل المطبخ بتاعي. كان متدمر بقى زي ما انتوا شايفين كده، مواعين بقى ومش مترتب وكانت حاجة صعبة، فقلت اسيبه وندخل على اوضه النوم. بصراحة اوضه النوم عندي كان بقالي فترة كبيرة قوي مش بنضف الشباك. فزي ما انتوا شايفين كده الدنيا يعني كانت كلها تراب مش طبيعي. فقلت ما بديهاش بقى، يلا بقى بينا انضف. شايفين التراب عامل ازاي؟ تراب مش طبيعي. بس انا طبيعة بيتي كده بيلم تراب فظيع. جبت بقى الكيوت القمر ده، جاروف العسل ده بقى اللي ساعدني ان انا اشيل كل التراب ده بسرعة. آه بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بسرعة 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 بسرعة. الجاروف ده شال لي كل التراب اللي موجود، سهل عليا بصراحة المهمة. حلو قوي يا بنات. كنت جايباه ب35 جنيه. بصراحة بينفعني في حاجات كتير قوي. فانتي لو متاح ليكي ان انتي تشتريه وشفتيه مثلا في مكان بيتباع، اشتري على طول. وكيوت وقمر وهتحبيه في البيت عندك. فحلو قوي، بحب انا الحاجات دي. بصوا بقى شيل لي كل التراب الموجود على الشيش بتاعي وكل الزخانيق بقى. بصوا يعني هو رفيع قوي، فبيجيب كل الحاجات بقى الضيقه والمزخنقه دي اللي انت بتعرفيش تطوليها. لا، هتطوليها بالجروف العسل ده. بصوا خليت الشباك عندي مفهوش ولا ذرة تراب، زي الفل من فوق ومن تحت وكل حاجة. فيلا انتي كمان بقى لو قدامك كده الشباك بتاعك نفس الحكاية، لا هتتشجعي وهتنضفي التراب ده بنات. بالذات للناس اللي زي اللي عندهم حساسية. بصوا بقى هنا جبت بخاخة فيها معطر، بخاخة مية ومعطر. برضو البخاخة دي بصوا بقى التراب اللي بيبقى جوه يعني فاهمين الحاجات الضيقة اوي ده، بالبخاخة بيطلع. خليت بقى الشباك بيلمع ونضيف، وكمان ريحته حلوة قوي، يعني ريحة المعطر جميلة جدا. بصوا بقى كده جبت بقى حتة القماشة دي. بجيب قماشة، بصوا هي كانت برضو مش نظيفة لان برضو كنت عاملة بيها سور البلكونة وكان برضو كله تراب، فقلبتها على الجنب التاني وقمت بقى مسحة بيها الشباك. بصوا الشباك بقى عامل ازاي، زي الفل. ريحة بقى نظافة كده، الهوا كده يدخلك كده بطاقة ايجابية، ويدخل كده الشمس كده. بصوا الشمس عاملة ازاي، بريحة هوا بقى نضيفة ومعطر بقى. وبصوا حركات. بعد كده بقى قلت اغير الملاية معاكم، وجبت ملاية تانية وقلت بقى اشيل الملاية دي واحط الملاية دي. بس هنا بقى كان الموبايل كان بيفصل، فما كملتش معاكم تنظيف الأوضة للآخر. انا غيرت الملاية وغيرت الكيس المخدات، كل حاجة. السرير خليته زي الفل. وبعد كده بقى يعني هنا بوريكم وانا بفرش الملاية. وطبعا شلت السجاد اللي موجود في الأوضة، وكنست الأوضة كويس قوي، وكمان لمعتها وحطيت فيها معطر في الأرض، خليتها زي الفل. هنا بقى طبعا دي كوباية القهوة اللي بتظبط مزاجي بعد الفطار. عارفين انتوا بقى اللي هو خلاص ده ادمان فعلا، حرفيا ده ادمان. فدي بقى كده كوباية القهوة بتاعتي. وجيت بقى تاني يوم الصبح كملت الروتين بتاعي. بصوا هو على فترات، لان فعلا في رمضان صعب ان انا اصور يوم كامل، صعب ان انا اصور حاجة كاملة، لا صعب قوي يا بنات. فانا بجيب لكم مقتطفات كده وبس في نفس الوقت طبعا بشجعكم. هنا بقى فتحت كده البلكونة بتاعتي، دخلت كده نور ربنا والشمس، دخلت كده يا بنات الشمس. وزي ما انتوا كده شايفين لميت بقى الغسيل اللي كان موجود على الحبل. وبعد كده هنشر غسيل تاني، كنت دورة غسيل كنت عاملاها من بالليل وما نشرتش، فقلت لا خلاص بقى هنشرها بقى دلوقتي. هنشرها برضو معاكم. بس بقى يا بنات، فانت كده حاولي ان انت يعني تشتغلي على قد طاقتك.
ما تتعبيش نفسِك، إحنا خلاص عاملين تنضيفات رمضان والبيت نضيف وزي الفل، يا دوبك بس حاجات كده من على الوش وخلاص، لكن ما تجهديش نفسِك زيادة عن اللزوم. لإن فعلًا الموضوع مرهق جدًا، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا، بالذات بقى لو أنتِ كمان بتشتغلي، معاكِ أطفال وبتودّيهم المدرسة، وكمان بتودّيهم دروس، وترجعي تحضّري الفطار بتاعِك وبتاعهم، ففعلًا ربنا يعين كل واحد على حاله، فأنتِ ما تجيش على نفسِك، كفاية بقى، كفاية إن إحنا بنيجي على نفسنا كتير أوي يا بنات. ف لأ، أنا زي ما أنتم شايفين كده إن أنا يعني إيه، باجيب لكم كل يوم باصور لكم حاجة، مش باجيب حاجة كاملة وباجهد نفسي، ما أقدرش أعمل كده. بُصّوا بقى هنا قعدت بقى إيه، طبّقت الغسيل وفي ساعتها عِنتوا، يعني أنتم بُصّوا بقى، يعني أنتِ حاولي تعملي كده، حاولي تضبّطي نفسِك كده، لمّيتِ الغسيل طبّقيه واعْنيه، عشان ما تسيبيهوش ويلم لِك بقى كركبة بقى، تحسّي إن الدنيا كلّها مكركبة. فلأ، حاولي كده إن أنتِ تضبّطي نفسِك، تضبّطي وقتِك، الحاجة اعمليها كاملة في وقت واحد، يعني زي ما باقول لِك كده، خلاص ده وقت الغسيل فلمّيه وطبّقيه واعْنيه، هتنشري انشري كلّه، فاهمين يا بنات؟ فحاولوا إن أنتم تضبّطوا نفسكم وتضبّطوا أموركم في الحاجات دي، لإن فعلًا والله العظيم في الآخر اليوم هتحسّي إن أنتِ إيه، الدنيا تمام والبيت ملموم معاكِ وفاهمة، ونفسيتِك مرتاحة إن البيت نضيف، فربنا يعينِك يا ست الكل كده، ويجعله في ميزان حسناتِك إن شاء الله. بُصّوا يا بنات، في مشكلة عايزة أكلمكم كده فيها كلنا بنتعرّض ليها في رمضان. الأول هنا أنا باورّيكم ده الغسيل بقى اللي كان عايز يتنشر، وهاخده بقى بسرعة، بسرعة، بسرعة هانشره، يالّا بينا، بُصّوا بقى السرعة. المهم يا بنات، في مشكلة عايزة أكلمكم فيها، كلنا يعني إيه بنتعرّض ليها في رمضان، وهي إن إحنا بنبقى داخلين رمضان بحماس كبير أوي، وفجأة الحماس ده يروح كده بعد 10 أيام أو بعد 6 أيام مثلًا. طيب ده سببه إيه؟ سببه إن أنتِ ما مهدتيش نفسِك لرمضان، ده أول حاجة. طيب هل كده خلاص رمضان ضاع مني؟ لأ ما ضاعش، بس أنتِ دايمًا قوّي نفسِك بذكر الله، عايزة تجددي طاقتِك تاني في رمضان، قوّي نفسِك بذكر الله. في حاجة عايزة أقولها لكم، بعض الذنوب إن إحنا مثلًا إيه بننسى نفسنا وبنرجع تاني نعملها في رمضان، دي بتمنع عننا القرب من ربنا ولذة القرب من ربنا. أنا واحدة من الناس يعني راقبت نفسي لمّا باجيب في سيرة حد أو لمّا باتكلم على حد وِحِش، لو عملت إيه، مش باصحى أصلّي الفجر، وزي ما يكون ربنا بيعاقبني إن هو بيحرمني من صلاة الفجر، ودي لاحظتها أكتر من مرّة. ولو أنا حافظت على لساني وما جبتش سيرة حد وابقى عارفة ومتأكدة إن أنا اليوم ده ما جبتش سيرة حد، لو أنا باموت ربنا بيقوّمني أصلّي الفجر. فبجد يا بنات والله أنا نِفسي يعني ناس كتير بنات وستات كتير يسمعوا بجد إن فعلًا ما تستهونوش بالكلام، ما تستهونوش من إن أنتم تجيبوا في سيرة بعض، ما تستهونوش بده، ده فعلًا بتدمّر حسناتنا، ده فعلًا بتعمل يعني عارفين كده إيه، حواجز كتيرة أوي بيننا وبين ربنا وبيننا وبين نور الله. فحاولي إن أنتِ كده تراقبي نفسِك، حاولي إن أنتِ تمسكي لسانِك، لو لقيتِ في واحدة صاحبتِك مثلًا أو جارتِك أو أيًا كان واحدة قريبة منِّك لمّا بتكلميها بتحسي إن بعد المكالمة دي أو بعد ما بتخلصي معاها بتحسي إن أنتِ اتكلمتِ عن الناس وشِلتِ ذنوب، ابعدي عنها، ابعدي عنها لإن دي أكيد مش صُحبة خير. أو أنتِ مثلًا لو أنتِ بتحبيها شجعيها هي كمان توقّف كلام عن الناس، وشجعوا بعض إن أنتم تتقربوا من ربنا، وإن أنتم ما تعملوش الذنب ده، لإن فعلًا الذنب ده عظيم جدًا يا بنات عند ربنا، تحسبونه هينًا وهو عند الله عظيمًا. بُصّوا بقى هنا باورّيكم بقى إيه المدعكة. كل حاجة بُصّوا كانت متدمرة، فهنا باقول لكم أنا إيه هاشيل كل حاجة وأنضفها وأرتبها، وفي الآخر هاورّيكم البيت الحمد لله اتضبط في الآخر. طبعًا ترابيزة السفرة بتلِم كراكيب كتير، فضبّطتها ونضّفتها وخليتها زي الفل. بُصّوا بقى هنا كنت باكنس الأرض، كنست الأرض خلاص وجبت بقى المنظف ده بتاع تاتش، حلو أوي، هو مش حلو أوي بس كويس حلو يعني مش وِحِش، بيعقّم الأرض، ريحته مش قد كده، أنا لازم أحط مُعطِّر. آمم بس بعد كده باجيب بقى إيه الموب بتاعتي دي حلوة أوي يا بنات، جميلة أوي، 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 بتلمّي لي بقى الدنيا كده، بتلمّع لي الدنيا وسهل في استخدامها،
وبصراحة حلوة أوي، كنت جايباها ب100 جنيه، ما اعرفش بقى دلوقتي رخصت والّا إيه. بُصّوا بُصّوا بقى رغم إن أنا فترة بس إيه، كلام بيروح من بالي خلاص باهنِّج، باجي بقى على آخر الليل كده وباهنِّج. اللي تحت الباب ده كان من مطرح البوهية بتاعة الباب، وما شيلناهاش في الأول فما اتشالتش تاني، فبصراحة مش عارفة أشيلها، فهي عاملة المنظر البشع ده. المهم كده جبت الموب بتاعتي ولمعت كده تحت الكنب و وكنت باروح أشطفها وأرجع تاني، وطبعًا بتتعصر بمنتهى السهولة، كلكم عارفين دلوقتي هي بتتعصر إزاي، هي خلاص بقت منتشرة أوي. المهم كده ضبطت الأرض بتاعتي وخليتها زي الفل. وهنا كنت حاطة الباسكت اللي بالِم فيه ال يعني أعزكم الله الزبالة. بُصّوا بقى هنا باوريكم إن كل حاجة بقت تمام وزي الفل، وكل حاجة بقت بتلمع وبتبرق، وما فيش أنضف ولا أحلى من كده يا ست الكل. دخلنا بقى بعد كده على المعركة الأخيرة، معركة إيه؟ طبعًا المطبخ. ده أعتقد إن هو ما كانش في نفس اليوم، ده كان تاني يوم أو مثلًا إيه في نفس اليوم بس بالليل. بُصّوا أنا باوريكم على فترات، لإن فعلًا حرفيًا التصوير مرهق وما و و واليوم أصلًا بيطير. هنا بقى إيه يا بنات ضبطت بقى الرخامة كده زي ما أنتم شايفين، وحطيت كل حاجة في مكانها، وبعد كده برضه جبت المعطر مَيّة بمعطر، ولمّعت الأرض كويس أوي، وخليتها زي الفل. لمّعت إيه يا بنات شوفوا، بانسى الكلام. لمّعت الرخامة كويس أوي، وخليتها زي الفل، وخليت كمان ريحتها حلوة أوي. فأنتِ لو وصلتِ لغاية هنا يا ريت تحطي اللايك الجامد بتاعِك، وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس. بُصّوا بقى حلوة أوي يا بنات البخاخة دي، وتحطي فيها بقى إيه زي ما أنتِ عايزة، مثلًا ساعات باحط فيها أوكسي جل، وساعات باحط فيها مثلًا بريل اللي هو أوكسي بتاع المواعين بقى، والأساسي بتاعي كده والّا كده باحط معطر. بتلمّع بقى الدنيا كده وبتخلّيها زي الفل. بعد كده بقى دلوقتي دخلنا على المواعين. خلّيت بجد حرفيًا المطبخ في اليوم ده حكاية، وطبعًا الجاروف ده كان عايز يتغسل وغسلته، وأثناء بقى ما أنا باصوّر الموبايل وقف وأنا ما كنتش واخدة بالي إن هو واقف عن التصوير، فهتلاقوا في جزء كده إيه عملناه عدّى كده فجأة، فما تقلقوش خالص ده كان الموبايل وقف وبعد كده رجعت أصوّر تاني. بس يا بنات فده كان روتين أنا حاسة إن شاء الله هيشجعِك، وهيحفزِك كده ويخلّيكِ كده تقومي تخلّصي كده اللي وراكِ. بُصّي بقى المواعين دي متعة، متعة بالنسبة لي إن أنا كده أقف على الحوض واغسل إيه المواعين، بس باكون عشان تبقى متعة بالنسبة لِك يكون المطبخ كلّه نضيف، نضّفي المطبخ، نضّفي الأرض، نضّفي كل حاجة، شيلي كل حاجة وحطّيها في مكانها وخلّيكِ واقفة كده على الإيه، على الحتّة بتاعة الحوض دي، هتخلّصيها وهتخلّي الدنيا معاكِ زي الفل. أنا باكلمكم دلوقتي بقى إيه وعاملة لنفسي كده كوباية جنزبيل بالليمون. الجو فعلًا يا بنات متقلّب أوي، ده بقى دلوقتي داخلين بقى على الربيع، ساقعة حبّة ساقعة وحبّة حَر، في تراب مالي الدنيا، ف أيام بقى حلوة بقى، وبُصّوا أيام الدفا دي، يعني ما فيش برد أوي، فكويس الجو حلو. عاملين إيه يا بنات بقى في موضوع النوم؟ أنا حاسة إن أنا هاتجنن، أنا ما بانامش كويس خالص، ما فيش يعني النوم متقطّع، باصحى الصبح مش شايفة قدّامي، لو حد شافني الصبح في إيه مالِك، فيكِ إيه؟ اللي هو ما فيش هو أنا كويسة بس اللي هو أنا ما نمتش، أنا مش عارفة أنام. فبس والله أيام جميلة وأيام كلّها روحانيات وطاقة حلوة أوي، وكلّها كده تحسّوا كده إنها خير من عند ربنا، فيا رب يديم خيرك علينا. عاملين إيه برضه يا بنات مع الناس اللي مش بتحب لكم الخير؟ كل واحدة مننا بتحس بالناس دي، بتحسي أكيد بالناس دي في حياتِك، واوعي تكدبي إحساسِك أو تقولي أنا إحساسي غلط، بس أهم حاجة تتصرفي صح. طيب أتصرف إزاي مع الناس اللي مش بتحب لي الخير أو مستكترة عليَّ إن أنا يكون عندي حاجة كويسة، رغم إن هُم عندهم حاجات أحلى مني وأكتر مني، بس أنا واحدة راضية بحالي وهُم مش راضيين. تعملي إيه؟ تتجاهلي تمامًا الناس دي والأشكال دي،
تتجاهليها تماما وكأنها مش موجودة في حياتك اصلا. ودايما حصنوا نفسكم، حصنوا بيوتكم، حصنوا ولادكم. بجد الناس بقت صعبة. انا بشوف دلوقتي والله العظيم انا بتعرض لحاجات انا لو حكيت لكم انتوا مش هتصدقوا بجد ايه كمية الغل والكره والحقد ده. ايه ده يا جماعة؟ مش كده. يعني مش عارفة اقول ايه. بس ربنا يا رب يحمينا ويحفظنا وينجينا. واثقة في ربنا ان هو هيحميني، واثقة في ربنا ان هو هينجيني، واثقة في ربنا ان هيجعل كيدهم في نحورهم. ودايما يا بنات ادعوا الدعاء ده: اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. يا رب يا رب يا رب. اي حد يريد بنا شرا ينقلب عليه ان شاء الله، ورزقنا بالخير كله عاجله واجله. بصوا يا بنات، هنا ايديا تحسوا ان هي مزرقه شويه. تاني يوم رمضان طبعا معرفش كان في يعني، هو انا طبيعه ضغطي ان هو ضغط دايما بيكون واطي، بس تاني يوم رمضان وطى قوي، كان 70/50. فرحت المركز اللي جنبي، فالممرضه اللي هناك حطت لي الكالونه غلط، الكالونه حطتها لي غلط. فايديا الميه بتاعه المحلول دي اتسربت يا بنات في مكان غلط في ايدي، فورمت ورم مش طبيعي، وجع مش طبيعي، وبعد كده بقى ازرقت. فالحمد لله رب العالمين. بصوا بقى هنا كده يعتبر نهاية الفيديو. بوريكم بقى خلاص كده خلصت المواعين وغسلت كل حاجة بقى وغسلت هنا الرخامة وغسلت الحوض بتاعي، وحرفيا خليت كل حاجة كده بصوا بتلمع بتلمع. من بعد ما كان البيت متدمر، لا البيت بقى ايه ما شاء الله اللهم بارك، بقى زي الفل. النهايات السعيدة بقى. بصوا خليتها كل حاجة في مكانها وكل حاجة مترتبة، وزي ما قلت لكم مش هنعمل كل حاجة مرة واحدة، مش لازم اضغط على نفسي واعمل كل حاجة مرة واحدة، على حسب مقدرتك وعلى حسب ما تقدري. فانتي لو وصلت لغاية هنا يا ريت تشتركي معايا في القناة. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى بحب اوي المنظر ده يا بنات، بحب المطبخ بالاضاءة دي، فاللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. بصوا بقى كل حاجة، حتى الشفاط كنت عاملاه قبل رمضان